السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لكم فيديو جديد على قناتي حلو وحادق مع خديجة. النهاردة ان شاء الله معانا وصفة كباب الحلة. وصفة ديت حلوة جدا، والطريقة دي فعلا هتعتمدوها لما تجربوها. ان شاء الله تلاقوها بمكونات بسيطة متوفرة في بيوتنا بإذن الله، وكمان تنال رضاكم. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف اللحمة الجميلة ديت احنا عملناها كده ازاي بالكرملة بتاعتها اللذيذة دي. يلا بينا. اول حاجة انا عندي نص كيلو من البصل، قطعته بالشكل ده قد اللحمة قد البصل. تمام. انا عندي نص كيلو من اللحمة، جبت له نص كيلو بصل. علشان البصل كل ما يكتر كل ما هيدي صوص وصوص للوصفة بتاعتنا، وكمان هيدي الكرملة واللون اللي احنا عايزينه. تمام. وكمان عندي اهو نص كيلو من اللحمة، قطعته مكعبات صغيرة، وحل على النار. هحط فيها معلقتين كبار من السمنة بالشكل ده، وهسيبها كده تسخن شوية. وكمان هنزل بالبصل اللي عندي. هسيب البصل يدبل كده على النار، انا مش عايزاه يتحمر، انا هسيبه يدبل وينزل المية بتاعته شوية. النار بتاعتي عالية علشان انا يعني عايزة مش عايزة ينزل سوائل كتير، انا عايزاه يحتفظ بجزء من السوائل وفي نفس الوقت يدبل. فاهمين؟ هو ده اللي انا عايزاه. انا لو وطيت هلاقيه ينزل مية كتير وهياخد معايا وقت كبير قوي على ما يشرب المية ديت، وبعدين يرجع يديني الكرملة اللي انا عايزاها. انا هنا حطيت حوالي رشة من الملح، ما زودتش علشان الملح ما يبطئش عملية سوى اللحمة. حطيت حوالي رشة بس كده من الملح علشان اساعد ان البصل يطلع المية بتاعته. كل شوية ادي البصل تقليبة. اهو كده هو اصفر عندي. هبدأ ان انا انزل باللحمة بالشكل ده. انا اتخرت البصل على جنب علشان يعني ادي اللحمة صدمة شوية، وبعد كده هبدأ ان انا اقلب المكونات في بعضها. سبتها حوالي دقيقة كده، وبعدين هبدأ ان انا اقلب وامزج البصل باللحمة مع بعض. انا عايزاهم ياخدوا تشويحة حلوة كده. اهو كده انا سبتهم يتشوحوا شوية، والبصل دبل كمان شوية، واللحمة اتشوحت من جميع الجوانب واخدت لون اهو. ما نستعجلش خالص برضو، انا عندي النار عالية علشان مش عايزة اللحمة تنزل المية اللي جواها. لو نزلت المية اللي جواها هيبقى عندي كده اللحمة هتشد وهتبقى مش حلوة خالص. عندي هنا البهارات بتاعتي: معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من السكر، وحوالي ربع معلقة من الجنزبيل. وكمان عندي معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وورقتين او 3 ورق لوري، وكمان عندي فصين حبهان. ديت كل البهارات اللي انا هحطها على اللحمة بتاعتي. مش قادرة بقى اقول لكم يا جماعة الريحة في الوقت ده كانت عاملة ازاي. اللحمة مع البصل مع البهارات تحفة بجد، حاجة في منتهى الجمال. جربوا الوصفة بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ومكوناتها بسيطة جدا، مفيش بقى مش حاطة فيها ولا طماطم ولا فلفل ولا اي حاجة. طعمها مختلف جدا وحلوة جدا جدا جدا. ان شاء الله هتعجبكم. ولما تجربوها ما تنسوش تيجوا تقولي في التعليقات رأيكم عليها. انا دلوقتي سبتها مع نفسها تاخد وتدي كده شوية، البصل مع اللحمة مع البهارات، وغطيت عليها حوالي 5 دقايق. وبعدين فتحت عليها وحطيت عليها مية مغلية. لازم تبقى مية سخنة بتغلي يا جماعة، علشان لو حطيتوها مية باردة هتخلي اللحمة تشد ومش هتستوي معانا بسرعة. بعد كده بختبرها بعد ما فضلت يعني
سبتها تغلي غلوتين بالمية، وبعدين هديت النار على الاخر وسبتها مع نفسها حوالي ساعة ونص تستوي براحتها خالص. بعد كده هبدأ ان انا اشوفها استوت ولا لا. اهو انتوا شايفين الشوكة بتدخل فيها بكل سهولة، اللحمة دايبة دوبان، دايبة دوبان جدا، فظيعة بجد بجد. اما تجربوها هتعجبكم قوي. هنا بقى في المرحلة دي نبدأ ان احنا نحط الملح بتاعنا ونظبط الحياء بتاعها. وهنسيبها حوالي 5 دقايق ونطفي. لو حابين يبقى فيها صوص بالشكل ده، حابينها تبقى ناشفة، سيبوها تغلي كمان، يعني سيبوها على النار لحد ما لحد ما الصوص بتاعها ده يتشرب كمان شوية. تمام، انا كده بقى عندي اللحمة بتاعتي كانت خلاص استوت. عملت جنبها شوية رز بشعرية. ان شاء الله هنزل لكم بالطريقة في فيديو تاني. آه، آه، استنوا بجد هيعجبكم قوي. هقول لكم ازاي يطلع معاكم الرز مفلفل وحلو جدا. آم، بس دي كده الوصفة بتاعتي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. عايزه اقول لكم ان هي طعمها حكايه 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 بجد. جربوها، واول ما تجربوها ما تنسوش تيجوا تقولوا لي رايكم هنا في الكومنتات. ولو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت لايك للفيديو وشير علشان يوصل لاكتر عدد من الناس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي. مع الف مليون سلامه.